بوداوي في الوسط، بوداوي يرجع لاسماعيل بن ناصر، لهشام بوداوي البحث عن الحل، توصل لريان، ريان وهشام، هشام وريان، هشام وريان، هشام وريان، اوي 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 ركله جزاء، هشام وريان وركله جزاء. يا سلام، كر وفر، بدأنا بالبداية بشويش بشويش بشويش، طلعنا ودخلنا وتحصلنا على ركله جزاء يعلنها حكم المباراة الغاني دانيال الريي. هاي الإعادة من هشام لريان ايت نوري، ريان ايت نوري، فيها وعليها، فيها وعليها. ضربوا تحت شويه، تحت مش كثير يعني، بالاعاده نشوفوا شويه تحت، ولكن والله حتى ولو لم يقل ضربه جزاء مع حق حكم المباراه. قرارات يعني تقدير حكم، مش حاجه واضحه يعني واو، ولكن هنا تقدير حكم المباراة. إذا نداوله يروح يشوف، إذا في ركلة جزاء يأكدها، وإذا ما كان في ركلة جزاء معليش خيرها وفي غيرها، خيرها في غيرها. 22 دقيقة لعب، الجزائر 0 بوركينا فاسو 0. ركلة جزاء لبغداد بونجاح والمنتخب الجزائري. قالوا لك ولا لسه؟ أعتقد قالوا لك. علاش بغداد ينفذها؟ وعلاش مش رياض؟ رياض. بعدين لو يضيع تقولوا علاش رياض، علاش مش واحد اخر ثاني؟ لا، حتى ركله الجزاء ايضا هي خيار، الكره خيار والحياه خيار واختيار. حكم المباراة يأذن بتنفيذ ركلة الجزاء لصالح رياض محرز في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول. رياض يركز أمام الحارس إيرفي كوفي، في حياته سجل وضيع رياض. رياض محرز يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. رياض من هنالك، رياض من هنالك، على يسار الحارس يا رياض، على يسار الحارس يا رياض، على يسار الحارس، وعلى يمينه جول، جول يا رياض، جول يا رياض. 1-0 للخضر يا مجر، 1-0 للمنتخب الجزائري امام بوركينا فاسو من امضاء رياض محرز الذي يسجل 3 اهداف في البطوله. رياض محرز الذي يسجل الهدف التاسع له في نهائيات كاس افريقيا. 1-0 بعد 23 دقيقه لعب للمنتخب الجزائري. جول يا رياض، جول يا رياض، جول. بدينا المباراة مليح، او بالاحرى المنتخب الجزائري بدا المباراة مليح. هاي شوف الضربة، ضربه صح. شفتوا فيها كثير تفاصيل وجزئيات يشوفوها حكام المباريات. رياض محرز اختار ان ينفذ ركلة الجزاء في الزاوية اللي حبها هو وارادها هو، مش انا. اضربها على يمين الحارس كوفي وجاء الجول الاول